بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع متاع اليوم موضوع اختيار ياسر. قبل كل شيء نحب كل واحد مسلم ولا عربي يتفرج في الفيديو هذه، خاصة التوانسة معناتها اللي احنا معنيين بالأمر، يحط جيم ويبارتاجي في الفيسبوك، أي كونت عنده يبارتاجي، ميسالش أي فيديو ترى نتاعي أنا حط معناتها سبني واعمل اللي تحبه. من الفيديو هذا راهو لازم يوصل، لازم العباد الكل تسمعه، لازم الكل نتشاركوا في الحكاية هذه. باهي، قبل كل شيء اسمعوني مليح باش نفسر لكم كيفاش تونس دخلت لها معناتها شركة إسرائيلية بطريقة غير مباشرة، والحكومة في بالها وقاعدة تتستر لأسباب مادية. معناتها وجاسيو نتحمل مسؤوليتي على الكلام اللي نقوله، خاطر ماهوش من الحيط. باهي، شركة أورانج نعرفوها الناس الكل في فرنسا. أورانج عملت أكور نتاع شراكة، معناتها اتفاق نتاع شراكة مع شركة إسرائيلية اسمها باختونير. الشركة هذيا الأكور اللي عملوه باش يعملوا ديزانتين غولي تليفونيك في فلسطين، في الأراضي الفلسطينية، معناتها المحتلة بيان سور بالطبيعة، باش يحتكروا سعر الريزو. معناتها انت كفلسطيني غدوة باش تعمل بوس لازمك تشري من عندهم وبسهم اللي يحبوهم، والا ما عادش عندك حتى ريزو الغديك، وباش يكسروا لهم معناتها السوق نتاعهم جملة. والجيش معناتها الإسرائيلي زاد باش يعملوا لهم ريزو سبيسيال. ما احنا نعرفوا لي اورانج عندها فروع في العالم الكل بما فيها تونس، وكيف تدخل في شراكة مع الشركة الإسرائيلية هذه معناتها الأرباح باش تولي حتى مثلا تونس الروسات نتاعهم باش يعملوها بون جدي مابورت كوا، باش نقول لك على الهامش، نقولوا احنا في العام عملوا شيفر دافير نتاع 200 مليار 300 مليار، باش يمشيو للكونت نتاعهم. معناتها الشيخ دافير فينالمون باش عندهم راس مال يخليوه وفما الفلوس باش تمشي المرابيح بلاصتها. معناتها احنا يا توانسة قاعدين ننفعوا في اسرائيل كي انت تشري كارت اورانج وعندك بيس اورانج وانترنت اورانج وساستخوف انت تو معناتها تتفرج فيا معناتها ولا تسمع فيا في الفيديو هذايا وانت الريزون تاعك اورانج. معناتها هذه تطبيع بطريقة غير مباشرة، والحكومة في بالها بالحكاية اللي اورانج عامل. يقولوا قايل هذه اورانج نتاع فرنسا عملتها، اي اورانج نتاع تونس شنية؟ معناتها الفلوس اللي دخلوهم تاخذ فيهم تونس ما يمشوا لاورانج نتاع فرنسا، وهي اورانج نتاع فرنسا كي دخلت في شراكة مع الشركة الإسرائيلية بطبيعة الحال نفس الفلوس، سواء فلوس تونس ولا اللي ياخذوهم من اي فرع اخر ماشي لإسرائيل، باش نزيدوا معناتها احنا نعطيهم فلوسنا ننفعوهم، وباش يزيدوا يحتلونا اخوتنا في فلسطين، و معناتها وزيد ياخذوا لهم فلوسهم. علاش؟ خاطر باش يحتكروا السوق الغد ويبيعوا لهم بسوم اللي يحبوا عليهم هم. معناتها انت كفلسطيني مجبور باش تشري البيوس نتاعك معناتها من عندهم هما وبالسوم اللي يحب عليهم هم. باهي، هذه حاجة ديكارت عملناهم لهنا في فرنسا. كيما قاعدين تشوفوا معناتها اورانج قاعدة تشارك في تجديد لوطأة الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين. لهنا كاتبين جي دي نو معناتها قولوا لا، ولهنا حاطين اورانج معناتها قاعدة تبروفيتي إليجالمون معناتها بطريقة غير شرعية في الموارد معناتها نتاع فلسطين. ولهنا هيك حاطين الادريس نتاع الرئيس نتاع فرانس تيليكوم اورانج المسؤول معناتها الاول، وكتبنا له معناتها لهنا في الكارت هذيا معناتها كم كوا علمنا بحكاية
j'étais informé que France Télécom, Orange a signé un accord avec la société israélienne partenaire. Voilà. اللي عملت ديغولي تليفونيك للأرمية تاع إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، نحاول نترجم معناتها. وحطينا لهنا au nom de droit international, je vous demande de dénoncer cet accord avec partenaire. معناتها نطلبوا منكم معناتها بالقانون الدولي باش تنحيوا إلغاء الاتفاقية هذه. بالطبيعة أنا ما نأمنش به قانون دولي، ما باش ندخلوا باش نحكيو معاهم معناتها بلغتهم، مطلوب علينا باش نقولوا لهم هكاك، خاطر القانون الدولي عاملينه كيك لينا احنا العرب باش ياخذون حقوقنا. ما انت كان عندك حق، لا لأنه حاطين الاسم واللقب والادريس وكذا، معناتها هذين نفرقوا فيهم في اللي فاك في فما قورة وعرب ياخذوا، فما برشا عباد معناتها حتى يهود غزوا من عنا ويحط اسمه ولقبه والادريس نتاعو ويصحلنا واحنا نبعثوهم. باهي في تونس مش باش نعملوا احنا نفس الشيء، وهذه حق حبيت جيش نقول. جمعية التضامن هذه قاعدينها معناتها متضامنين معناتها مع الشعب الفلسطيني في أقل حاجة، معناتها ما فما شكون يجاهد بكارتوش بحاجات أخرى احنا باللي نقدر عليه، وبالطبيعة ما نوصلوش، عمرنا نوصلوا لدرجة اللي يدافع على بلاده بدم وراه، مش كما اللي يتكلم كما اللي ياكل في النار وأمه وأبوه وأخته معرضين للخطر. في تونس بالله نطلب منكم، احنا عملنا الفيديو هذيا باش تحاولوا توصلوا الفيديو هذيا تبارتاجيوها لو ماكسيموم معناتها لأقصى درجة، تحاول الشعب يعلم باش يعرف شنية أورانج الحقيقة نتاعها اللي هي داخلة في شراكة مع شركة إسرائيلية واحنا ننفعوا فيهم. أما اللي باش يحط لي معناتها ماهوش باش يبارتاجي ولا مش باش يحب الفيديو هذايا، معناتها مش نفرط في روحي انا، يسبوني يقولوا فيا اللي تحب، او معناتها هذه امور اخرى. اسرائيل يقتلونا في اخوتنا، مشكلتنا مش مع اسرائيل، مع الصهاينة، مع البوليتيك نتاعهم هما، مش مع اليهود. عندنا يهود احنا في جرب وما عندنا حتى مشكل معهم، المشكلة مع الصهاينة والسياسة نتاع اسرائيل، السياسة القمعية. ديما عندهم قانون دولي، كي انت تغزة تضرب صاروخ تقوم القيام وما تقعدش، وهما كي يضربوا صاروخ عندهم الحق. احنا مطلوبين يا توانسة يا مسلمين ويا عرب بالله معناتها اني نهجم عليكم. حاولوا تقفوا وقفة موحدة مرة برك، نتوحدوا معناتها نهضة وشيعة وسنة ويهود، معناتها نحكي على التوانسة ومسيحيين عنا زادة وسلفيين وعلمانيين، واللي هو أي واحد معناتها يكره السياسة الإسرائيلية ويحب فلسطين ملزوم معناتها ما غير نفاقة باش يبارتاجي الفيديو هذا، وكان يلزم حتى تليشارجيها ويعاود يهبطها في أي سيت، وإلا يعمل هو فيديو ويحكي على الحكاية هذه، ولا معناتها حكاية خطيرة ياسر هذه. والحكومة تاعنا نتصور في بالها، خاطر كان أنا في بالي مانيش أنا نخدم في المخابرات، خاطر الحكاية هذه في فرنسا معروفة وصلت، والجمعية نتاعنا ديجا وقفت ضدها، وفما برشا عباد قاعدة تتحرك حتى مش من غير عرب. المشكلة ما جاتش من العرب، خاطر الرؤساء معناتها اللي يخدموا في الجمعية نتاعنا ما همش كلهم عرب، فيهم حتى من اليهود. على ذاك نقول يا اخوان واخوات لازم تعملوا حل، والحل ما يكون كان يكونوا يد واحدة لمرة برك في حياتنا اللي هي أخطر حاجة. إذا كان وصلت إسرائيل دخلت لنا البلاد بغير غير مشتركة بطريقة غير معناتها انديريكت غير مباشرة، وتاخذنا في فلوسنا، بعد 5 6 سنين شنو باش يصير؟ ورايا ذي تحس عملية مدبرة. ورونج دخلت معناتها من عندها عامين ولا 3 لتونس، وبعد أخذت كيفاش بالطرف ما يجيكش غريب لو كان نسطر الحكاية هذه بعد عامين تدخل لنا شركة أخرى يحلونا معمل غادي كم شركة فرنسوية وهي أصلا إسرائيلية، واحنا ما نحبوا الاستثمار الأجنبي والحكومة نتاعنا تشجع عليه، عايشين معناتها بفلوس الاستثمار الأجنبي. ما يا أخي إسرائيل هذا مش استثمار أجنبي ولا احتلال أجنبي توقت، فهمتني؟ ديجا هما يهزونا في فلوسنا معناتها يربحوا فينا، مش حتى احنا نربحوا فيهم. نحب نقول لكم
خليكم حنان، مش نستعمل كلمة حنان على أخوتكم في فلسطين. فكروا فيهم، حتى بجاست انت كي تحط جيم وتبرتاج الفيديو عملت حاجة كبيرة وعندك أجر إن شاء الله. والله المستعان. كهو شيء يأسف، تو وصلنا لحالة كبيرة ياسر. في التلفزة يغلطوا فينا نهار الكل، يحكيونا كان عن يجيبونا في مغنيين هاو، فهمتوا، عباد حكاية فارغة وكورة هاي السيابية طلعت وشطيح والكلوب أفريكان، واحنا الضرب جاينا من بلاد سخر، واحنا خارجين مظاهرات على الكورة وعلى الدنيا، واحنا ما عندنا مشاكل أخرى أعمق من هكا بياسر. كورة تفرقنا ما توحدناش، أما الإسلام وتونس والعروبة هي اللي تجمعنا نصور. هذا خلينا من الحاجات اللي تفرقنا، وخلينا نتلموا على حاجات اللي تجمعنا. ولا إله إلا الله محمد رسول الله، وربي يسترنا أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.